السلام عليكم الشيرات ومرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم هي الشاباتي. نبداو بسم الله. نجيبو هنايا جفنة نحطو فيها الفارينة نغربلوها مليح. انا درت هنايا 750 غرام تاع فارينة. درت عليهم هنايا مغرف كبيرة وشوية تاع خمارة تاع الخبز، مغرف وشوية. درت عليهم 2 مغارف تاع السكر. زدت عليهم هنايا نص باكي تاع لا ليفور، نص ساشي. صح خياتي. ودرت شويه تاع الملح، ودرت السانوج الحب الطيبه، حبه الحلاوه، احنا نقولها حبه الطيبه وحبه الحلاوه. نحطوا كاع هاد النواشف على مره، ومن بعديها نجيبو هنايا 3 مغارب تاع زيت الزيتون. انا كان عندي زيت الزيتون، نتوما لا عندكم الزيت عادي ديري زيت العادي. فهمتوا شيرات؟ وهنايا نلموها بالحليب يكون تياد، يعني يكون شويه سخون. شوفوا شيرات، كان عندكم هنايا شويه تاع لحظه ديروا لحظه ثاني مليحه تعطيها بنه شابه. انا ما درتش، درت غير هذوك لميتها بالحليب. وهنايا نعجنها كيما نعجنوا المطلوع، يعني ساهله وصفه ما تدي لا وقت لا والو، يعني مليحه للرحلات، مليحه للخرجات، مليحه في لي فاكونس، مليحه بزاف عفايس ديروها فيها. يعني ديروها عشاء خفيف، ديروها فطور خفيف. هنايا قسمتها على 6. شوفوا العجينه قسمتها على 2، وكل وحده قسمتها على 3. كل 250 غرام ندير لكم 2. صح شيرات؟ وهنايا بعد ما قرصناها نخبزوها كيما نخبزو المطلوع، يعني يجو خبز متوسطين، ماشي كاع مطلوعه كبيره، تجي صغيره هكا. ونحطوها في على جهه حتى تخمر لنا مليح. الوصفه هذه شيرات هي وصفه تونسيه، يعني توانسه يديروها بزاف. انا قلت نشاركها مع خواتاتي. هاكا نخبزوها كاع ونغطوها ونخلوها تخمر على جهه. هنايا نجيبو مقله تكون شويه ثقيله، نقصو عليها النار، وبعد ما تخمر لنا هذوك الخبيزات نحطوهم. شوفوا هنا كي راهي خامره الله يبارك. نديروها طيب عادي كيما هكا. شوف، ما تقولوش بلي مش راح تجينا طايبه. شوفوا الشيرات تجي طايبه وتجي ما شاء الله عليها، ورايحين تفرحوا بها وتدعوا لي بدعوه الخير ان شاء الله يا ربي. والله نبغي نفرحكم وندير زعما الحاجه اللي صلحت معايا نقول لكم عليها، واللي ما تكونش مليحه نقول لكم ما ديروهاش. يعني كاع من التجارب اللي نديرهم نبغيكم تستفادوا منهم. هنايا ندير الخبزه الزاوجه، ونبداو نطيبو في الحواشي تاعها غير كيما هكا بشويه حتى يحمروا لنا كاع دوك الحواشي، ما نخلوهمش يجونا خضرين. بصح الخبز تاعها اش نقول لكم الشيرات ما شاء الله. هنايا صاي طابوا الخبيزات تاعنا ونحطوهم على جهه. ضربوك نروحوا لافارس. صح الشيرات؟ اروحوا تشوفوا ضربوك نقول لكم لافارس شنو نديروا فيها، يعني ساهله ماهله ما تدي لا صوالح بزاف لا والو. نجيبوا الريسيبيون تاعنا نحطوا فيه حبه عبصل شويه متوسطه، يعني كبيره شويه، ما تكونش صغيره، شويه تكون كبيره. نقطعوها مربعات. نجيبوا عليها هنايا حفنه تاع معدنوس يكون مقطع رقيق كيما هكا. ونجيب هنايا 3 حبات تاع بيض. شوفوا شيرتي نورمالمون 6 خبزات كل واحده عندها حبه تاع بيض. معلي البيض راه غالي وكل شيء، انا درت 3. ندير عليهم الملح ونزيد شويه تاع حليب عليهم. هذا الوصف تاع الحقاني.
راكم معايا شيرات. هنايا شوفوا البيض كيما البصل كيفاش راني مقطعاتو كاريات صغار. وهذاك المعدنوس نجيبو هنايا هذاك البيض اللي كنا خلطناه بالملح ودرنا له شويه تاع حليب. ايوا نخلطوهم مليح دوك الحبات تاع البيض. انا قلت لكم من البيض راه غالي ما درتش 6 حبات، يعني كل حبه لقى حبه تاع بيض، كل خبيزه لقى حبه تاع بيض. انا قلت لكم غالي ما بغيتش ندير، يعني راني نقتصد شويه هذه ونقسمها على زوج باش ندير 3 منا و3 منا. شوف انا هيك شغله راني رغبت في البيض، راني زدت حبه تاع بيض ثاني، هاني درت 4. يعني ما دسيت عليكم والو، كل شيء راه قدامكم. كنت دايره 3 ومن بعد هيك شغل جاوني كلي قلال زدت ثاني الرابعه. نزيد شويه ثاني ملح. شوفوا نخبطوهم مليح. هي نورمالمون كل حبه تصنعيها وحدها كي من هكا وتطيبيها. انا لا، جملتهم كاع على مره. هنايا الفريت اللي ما وريتها لكمش. هنايا ندير شويه تاع فريت مع لي حنايا لي زالجيريان نبغوا البيض، نبغوا لي فريت. درت هنايا هذاك البيض اللي شفتوه قبيله الشيره تاني قسمته على زوج، درت النص هنايا في لي فريت هذه والنص الاخر خليته على جهه. فهمتوا شيرت؟ واش راح ندير 3 وبعدين ندير 3. هذه قد 3 خبزات. فهمتوا؟ هذاك البيض اللي درته مع البطاطا قد 3 خبزات كيما هكا. رايحه نحلهم كيما راكم تشوفوا. بصح واحد الخبز يجي يا شيرت ما شاء الله، تقولي ناكلها هاكينا وحده برك. هنا شنديرو، نجيبو جبن طري. الا كان عندك مايونيز ديري مايونيز، كان عندك جبن طري ديري جبن طري. ديري فرomاج كيما هكا. كوني شويه سخيه، يعني ما تكونيش بخيله. سورتو الا درتيها للعشاء ولا الفطور. ومن بعدها نجيبو هنايا صوص الجيريان نديروها كيما هكا. ومن بعدها نديرو ديك الخلطه اللي درناها. فهمتوا شيرت؟ نحطوها كيما هكا. ندير شويه تاع الطون عليها، انا كانت عندي علبه تاع طون درتها. ندير شويه تاع مايس وشويه تاع الزيتون. هنايا ما درتش فيها المايس هذه. وندير شويه تاع الزيتون وفوقها شويه معدنوس ونحطها على جهه. نزيد ثاني الخبزه الثانيه معكم، خاطش الاولى نسيت فيها المايس ما درتولهمش. يعني اللي كان عندك في الدار شيرت، يعني تبغي تزيدي شي صوالح ديري المايونيز فوقها، ديري المايونيز فوقها، يعني انت ما بغيتي. هي في الاصليه يديروا غير البيض وخلاص. هاي والله هنايا قد هكا. ايوا نحطوا هذيك لي فريت اومليت هاكينا نحطوها. ندير شويه طون ونديروا المايس، شويه تاع الزيتون، شويه تاع المعدنوس، هذه ما نسيت فيها والو، ونحطوها على جهه ونكملوا ثاني مع الثالثه هكا حتى نكملوا كاع الحبات تاوعنا. صوص الجيريان شيرات اللي تبغوا تصنعوها في الدار ثاني صنعوها في الدار. شوفوا قلت لكم شو هذيك، شفتوا هذيك اللي عفوا هذيك البطاطا اللي قليتها مع البيض، يعني دارت لي قيس 3 حبات. شفتوا كيفاش؟ عاودوا ثاني ديروا كيما هكينا على جهه. انا كنت قاسمه البطاطا دايره قياس تاع 3 حبات شاباتي وحدهم 3 وحدهم. هنا يصاي كنت كملت. شوفوا كيف جات دايره شيرت، والله العظيم لا تستاهلوا قاعده كيما هكا بصحتكم الشيرات وتاكلوها بالصحه والراحه. وما نقولكمش دائما شهيتكم في الجنه. انا نتمنى ان شاء الله كاع تجربوها وديروها وتفرحوا عائلتكم بيها. وهذه مايونيز درتها معاه. وتبغوا اضافات زيدوا اضافات من عندكم. ما تنسوا الشيرات دعوه الخير دعوه الخير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.